اهلا بيكم. بصوا، هو انا عارف ان انت خلاص بدأت تنظف اسنانك بانتظام وتهتم بصحة الاسنان واللثة عندك، وده طبعا بالتأكيد لانك بتتابعنا على قناتنا اسنان اونلاين بانتظام. بس انا النهارده جاي اسير الجدل واسير فضولك واسألك سؤال: هل انت بتنظف اسنانك بالروتين الصحيح؟ ايوه بالظبط كده، في روتين صباحي ومسائي لتنظيف الاسنان والاهتمام بصحة الاسنان واللثة عموما. ايوه، يعني ايه روتين؟ يعني طريقة نظامية انت بتنظف بيها اسنانك واللثة واللسان صباحا ومساء. النهارده ومع بعض على قناتنا اسنان اونلاين هنتكلم عن الروتين الصحيح والصحي الصباحي والمسائي لتنظيف الاسنان. ايه هو الروتين الصباحي لتنظيف الاسنان؟ ايه هو الروتين المسائي؟ ايه الفرق ما بينهم؟ وطبعا لو عرفنا كل ده وعملناه صح هنقلل جدا معدل التسوس ونحافظ على اللثة وريحة الفم هتفضل منتعشة طول اليوم. يلا فنجان قهوتك ويلا بينا. أنا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا أسنان أونلاين. أيوة، ليه لازم روتين صباحي وروتين مسائي لتنظيف الأسنان؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ وهل هيحصل حاجة لو التزمت بالاتنين وما عملتش الصباحي زي المسائي والمسائي زي الصباحي؟ الحقيقة إن في حالات كتير بتبقى فاكرة إن هو تنظيف الأسنان أو طريقة تنظيف الأسنان الصبح زي بالليل، لكن الحقيقة النهاردة أنا جاي أقول لك لأ، مش زي بعض، مختلفين تماما، ولازم تعرف الفرق ما بينهم عشان تعرف تهتم صح بصحة أسنانك. احنا في الروتين الصباحي بننظف الاسنان عن طريق ان احنا بننظف بقايا البكتيريا اللي اتكونت اثناء النوم بالليل، لكن بالليل وفي الروتين المسائي احنا بننظف اكل وسكر واحماض اتكونت طول النهار من فطار وغدا وعشاء وسناكس في النص، وبالتالي بنبدا نحضر الاسنان للنوم. يعني بوضوح كده دور ومهمه الروتين المسائي في تنظيف الاسنان مختلف خالص عن دور ومهمه الروتين الصباحي. انت بالليل بتنظف اسنانك من حاجات اتكونت طول النهار، وبالتالي الصبح انت بتنظف اسنانك من حاجات اتكونت طول الليل اثناء النوم. وطبعا نظرا لاختلاف طبيعة الحاجات اللي اتكونت بالليل وبالنهار اكيد روتين تنظيفك للاسنان هيختلف بالليل عن بالنهار. يعني اختصارا كده، تنظيف الاسنان الصبح وظيفته انتعاش للفم وحماية من التسوس، وتنظيف بالليل للاسنان معناها تنظيف اعمق وطبعا منع التسوس. فاعتقد كده الصورة وضحت، ويلا بينا بقى نوضح يعني ايه روتين صباحي وروتين مسائي. ايه هو الروتين الصباحي المثالي لتنظيف الاسنان؟ صحيت من النوم الصبح، اول حاجة هتعملها تتمضمض بمية عادية علشان نشيل بواقي الاكل لو في بواقي اكل متراكمة او اي طعم مش حلو من الفم. تاني خطوة على طول وهي تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون. هنستخدم طبعا فرشة ناعمة زي ما احنا عارفين، ومعجون يحتوي على ايه؟ فلورايد بالظبط كده. وزي ما احنا عارفين هننظف بطريقة بسيطة ومش عنيفة، حركات دائرية بسيطة على الأسنان كلها وعلى الضروس، وبكده نبقى نظفنا الأسنان بالفرشة والمعجون. الخطوة الثالثة وهي تنظيف اللسان، ودي حاجة احنا اتكلمنا فيها وقلنا انها حاجة مهمة جدا. اللسان هو مصدر أساسي للبكتيريا جوه الفم، وبالتالي رائحة الفم اللي مش لطيفة. واحنا عارفين طبعا هننظف اللسان ازاي، يا بقاشة اللسان او باستخدام الفرشة بطريقة بسيطة كده. رابع خطوة في الروتين الصباحي بتاع تنظيف الاسنان هو استخدام المضمضة. احنا هنستخدم مضمضة وقائية عادية من اللي فيها فلورايد، بس هو يفضل مش بعد الفرشة والمعجون على طول، لازم نستنى كده من تلت لنص ساعة عشان ما نغسلش الفلورايد، لان احنا عاوزينه يترسب على طبقة المينا بتاع الاسنان علشان يدينا حماية اكتر من التسوس. فوبالتالي الخطوة الرابعة بتاع المضمضة دي هتخليها بعد تلت ساعة كده من غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون. أول ما غسلت أسنانك بفرشة ومعجون الصبح طبعا محتاج تفطر، مفيش مشكلة، ولكن يفضل تبقى حاجة خفيفة. ولو كان فيها حاجة مسكرة، لو كان في الفطار حاجة مسكرة، تقدر تتمضمض بمية عادية بس بعدها. يبقى أنا كده جاوبتك على السؤال اللي هتسأله طبعا، اللي هو أنا غسلت أسناني فرشة ومعجون أوكي الصبح، بس أنا عايز أفطر. هتفطر عادي، تكون حاجة خفيفة وتقدر بعدها تتمضمض بمية عادية وفقط.
نيجي بقى للروتين المسائي لتنظيف الأسنان، وهو بكل تأكيد أهم بكتير جدا من الروتين الصباحي، لأن أنت أثناء النوم اللعاب بتاع الفم بيقل إفرازه، وبالتالي في علاقة عكسية ما بينه وبين البكتيريا بتعرف تشوف شغلها كويس جدا اللي احنا عارفينه طبعا. ويلا بينا على خطوات الروتين المسائي لتنظيف الأسنان. وهنا هتلاحظ الفرق ما بين الروتين المسائي في تنظيف الأسنان والروتين الصباحي، والفرق ده هيخليك تفهم فعلا ان في فرق ما بين التنظيفين نظرا لاختلاف ايه اللي هننضفه. احنا قلنا ان احنا الصبح بنشيل البكتيريا اللي اتكونت طول الليل اثناء النوم، لكن بالليل هنشيل كل الحاجات اللي اتكونت طول النهار من احماض، من سكر، من بواقي اكل. واول حاجه وهتوضح الاختلاف ما بين الروتينين هو ان احنا في الروتين المسائي في تنظيف الفرشه والمعجون اول حاجه بنستخدمها هي الدنتال فلوس، الخيط الطبي. ولو تاخدوا بالكم احنا ما استخدمناهوش في الروتين الصباحي، لان احنا بالليل طول النهار كنا بناكل، فهنبدا على طول نستخدمه هو في الاول عشان يشيل بواقي الاكل قبل تنظيف الفرشه والمعجون، لان احنا طبعا عندنا معلومه ان الفرشه بتشيل فقط 60% من الرواسب اللي على الاسنان، لان باقي ال 40% دول دور الخيط الاسنان. فهنبدا على طول في الروتين المسائي باول حاجه خيط الاسنان عشان يوصل للاماكن اللي الفرشه مش بتوصل لها، ويشيل بواقي الاكل والرواسب اللي صعب على الفرشه انها تعرف تشيلها. تاني خطوة على طول هنبدأ نغسل أسناننا عادي بفرشة ومعجون، بس هنركز قوي على الضروس اللي جوه واللسان كمان من جوه، لأن الأماكن دي هي أكتر أماكن اتعرضت للأحماض وللأكل على مدار اليوم. تالت خطوة في الروتين المسائي لتنظيف الأسنان هي تنظيف اللسان. تنظيف اللسان حتى لو عملته صباحا يفضل برضو تعمله مساء، مهم جدا. وعلى طول الخطوة الرابعة في الروتين المسائي هو استخدام المضمضة. مضمضة فيها فلورايد، خلينا نبقى ملتزمين بيها ونستخدمها بصفة يومية صباحا ومساء، خاصة لو عندنا اللثة حساسة شوية أو إن ريحة الفم بنحسها مش ألطف حاجة. وهنا هيظهر فرق برضو ما بين الروتين المسائي والصباحي. نظفت أسنانك بالليل خلاص، ممنوع ومفيش أكل، ممنوع ومفيش عصاير، ممنوع بسكوتات أو مسكرات قبل النوم. أنت كل اللي ممكن تعمله بالليل إنك لو عطشت تشرب مية بس، وبالتالي هنخلي الروتين المسائي لتنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون آخر حاجة في اليوم. خلاص كده الصورة وضحت، في روتين صباحي لتنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون، وفي روتين مسائي. ده له ترتيب في التنظيف وده له ترتيب في التنظيف، هنلتزم بده وهنلتزم بده، لأن ده بيشيل حاجات وده بيشيل حاجات، والنتيجة هتبقى قللنا قوي معدل التسوس، قللنا قوي معدل التهابات اللثة ونزيف اللثة، حسنا قوي رائحة الفم. أيوة أنت لازم تفهم طبيعة الأسنان وطرق تنظيفها المختلفة وأدوات تنظيفها المختلفة علشان توصل في النهاية لأسنان صحية ولثة صحية، وبالتالي تبقى علاقتك بدكتور الأسنان علاقة سطحية. خليني أقول لك على بعض الأخطاء اللي ممكن تعملها هتوديك في حتة مش حلوة في موضوع تنظيف الأسنان ده. هي هتبان حاجات صغيرة لكنها مهمة أوي. أول حاجة تنظيف الأسنان بطريقة عنيفة، ده مش هتكسب منه غير ضعف في طبقة المينا وإنك تلهب اللثة أو تعورها. وإحنا سبق ووضحنا ده على القناة معانا إن تنظيف الأسنان بيكون بطريقة دائرية بسيطة ومش عنيفة خالص. وطبعا استخدام فرشة قديمة، انت لازم تبقى الفرشة جديدة ومتغيرة كل 3 شهور، ما تكونش شعيراتها باظت وكفاءتها قليلة. ما تنساش تنظف الأماكن اللي جوه في الفم زي الضروس اللي جوه، وتنظفها من جوه، اللسان من جوه، الأسنان الأمامية من ناحية سقف الحلق ومن ناحية تحت اللسان. الأماكن دي مهم جدا جدا إنك تهتم بيها وتنظفها كويس، بل هي أولى في التنظيف، لأن الأماكن دي كل ما زاد صعوبة الوصول ليها ده معناه إنها بتراكم أكل أكتر أو بتعمل مشاكل أكتر. فموضوع إنك تنظف أسنانك من قدام والأجزاء الظاهرة منها ده خلاص انتهى. احنا حتى دلوقتي بنقول انك تبدا بالاماكن الان اكسسبل، الاماكن اللي صعب الوصول ليها الاول، تنظفها كويس جدا جدا، وبعد كده تخش على الاماكن السهله والموجوده اللي هي الاسنان الاماميه ومن بره. ان اغلب التساويس والمشاكل اللي بتيجي في الاسنان عامه بتيجي اكتر في الضروس، انها فيها سطوح مضغه وطبيعتها بتسوس بسهوله، فلازم تبقى حاطط ده كله في اعتبارك وانت بتنظف الاسنان عشان يبقى فيه اولويات عندك في التنظيف. مش محتاج اقول لك انك ممنوع تنام من غير ما تنظف اسنانك، واعتقد الكلام كان واضح ان احنا كده بنرتكب كارثه لو نمنا من غير ما ننظف اسناننا. كميه بواقي اكل وكميه رواسب وكميه احماض وسكريات كفيله انها تخلي البكتيريا تكون مخزون اكل ليها كبير جدا جدا، والبكتيريا دي احنا عارفين بالظبط هي بتعمل ايه، من التهابات لثه وتسويس اسنان. وكمان حاجه انك تبقى فاكر ان المضمضه هتغني عن الكلام ده كله.
ان المضمضه تغني عن الفرشه والمعجون، تغني عن خيط الاسنان، تغني عن تنظيف اللسان. انا هستخدم مضمضه والمضمضه هتخش تنظف والدنيا هتبقى جميله. ده طبعا كلام مش صحيح خالص، والمضمضه دي حاجه اختياريه احنا بنستخدمها بعد الفرشه والمعجون وبعد الخيط الطبي. فحابب اقول لك انك تحط روتين تنظيف اسنانك الصباحي او المسائي كروتين عادي، مش محتاج منك اي مجهود. يبقى ده العادي بتاعك، مش محتاج التزام منك. 3 دقايق الصبح، 3 دقايق بالليل، حرفيا يوفروا عليك سنين علاج عند دكتور الاسنان. زي ما احنا عارفين ضبط الشغل اهم من الشغل. انا بنظف اسناني، بس اكيد مش هبقى زي اللي بينظف بنظام واضح وطريقه منظمه. في الحاله دي هو اللي يكسب. اهتمامنا باسناننا حاجه من الضروريات المهمه جدا. الفم هو بوابه الجسم، فعايزين نخلي الضيوف اللي داخلين الجسم كده يخشوا يلاقوا المدخل نظيف ومعقم ومفيهوش بكتيريا. وادينا اهو بسهل لك الموضوع وبقول لك على الطريقه المثاليه لروتينك اليومي لتنظيف الاسنان. في الاول هتحس ان الموضوع شويه محتاج تركيز منك ومحتاج وقت، لكن تدريجيا ومع الوقت هتحس ان ده بقى العادي بتاعك. وده حرفيا اللي مقصود بكلمه روتين، يعني حاجه مش تركز معاها. ويلا دايما كده خليك شجاع واكتب لنا في الكومنتات انت كنت بتغلط في ايه من الحاجات دي كلها. مش محتاج اقول لكم اي استفسار بخصوص الاسنان وتنظيف الاسنان، اكتبوا لنا في الكومنتات وهنجاوبكم على طول. ويلا كومنت ولايك وشير، شير الحلقه لكل اصحابك وحبايبك، خليهم زيك يهتموا بصحه اللثه والاسنان. يلا بينا في نفس واحد. ابتسامتك عنوانك. كنت معاكم دكتور عمرو، ودي قناتنا اسنان اونلاين. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.